السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم بعجالة موقف المغرب من القضية الفلسطينية على لسان السيد وزير الشؤون الخارجية المغربي، وكذا إشادة الرئيس محمود عباس أبو مازن بدعم المغرب لهذه القضية خلافا للمغالطات والإدعاءات التي يروج لها النظام العسكري الجزائري، على أمل أن نقدم لكم هذا الموضوع بتفصيل في فيديو لاحق بإذن الله. الآن للمملكة المغربية. شكرا السيد الرئيس، أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية. ومن هذا المنطلق عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه القاطع لهذا القرار الخطير، وطالب المجموعة الدولية بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس، وتفادي كل ما من شأنه تأجيج الصراعات والمس باستقرار المنطقة الهش أصلا. يمكن أبدا أن ننسى أن الشعب المغربي كان يناصر الثورة الجزائرية، وعندما حصل الجزائر على استقلاله في أوائل الستينات تحولت لجنة نصرة فلسطين المغربية مباشرة لتكون لجنة نصرة من الجزائر إلى فلسطين، وهذه اللجنة موجودة للآن تمثل فيها كل الأحزاب المغربية. قد يختلف إخوتنا المغاربة كأحزاب أو شخصيات على أي شيء، ولكنهم دائما وأبدا متفقون كل الاتفاق على القضية. إن الإجماع العربي ما زال منعقدا على حل الدولتين كسبيل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ولا نرى طريقا لذلك سوى إطلاق عملية سلمية جادة على أساس من المرجعيات المعروفة والقانون الدولي. وندعو جميع الدول بالعالم أجمع وبالأمم المتحدة للانضمام إلينا في هذا النضال السلمي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والموافقة على عضويتها في الأمم المتحدة. تحتاج الدول العربية أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز شراكاتها عبر العالم. إننا نتطلع إلى انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة التي تلتئم في الرياض في العام القادم بإذن الله، وكذا إلى القمة العربية الصينية التي تعقد في الرياض أيضا الشهر القادم. ولا شك أننا سنغتنم هذه المنتديات الدولية المهمة لتعزيز المصالح العربية الجماعية ودعم مواقفنا على الصعيد الدولي. يجب ربما فهمه أكثر أو دراسته أكثر. المغاربة عندهم علاقات خاصة، المغاربة متشبتون بثوابتهم في القضية الفلسطينية، وأكدها جلالة الملك. المغرب مع حل الدولتين، المغرب مع المفاوضات المباشرة كأساس الحل، والمغرب مع الحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس الشريف. من يعتقد بأن الحل والسلام يأتي بإغلاق قنوات التواصل هذا منطق، ولكن المغرب كان دائما يعتقد في السبعينات في الثمانينات وحتى اليوم بأن يستعمل ما له من قنوات. المغرب ليس مصداقية المغرب وأن المغرب كان دائما فاعل في الشرق الأوسط دون أن تكون له مصلحة مباشرة. صحيح. المغرب مصداقيته هي أنه كان دائما بناء دون أن تكون له منفعة من أمر معين. ردود الفعل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المنطق، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ثوابت المملكة المغربية.